عايزة تعرفي عيوب ومميزات الكنتاكي في البيت؟ كملي معايا لغاية اخر الفيديو وان شاء الله تستفادي بإذن الله. اول حاجة معايا فراخ نقعاها في محلول مية دقيق، ومعايا ملح وجنزبيل وفلفل اسمر اختياري. تمام. هحطها ليلة كاملة في التلاجة، ولو مستعجلة ممكن 4 ساعات. تمام كده. التتبيلة اللي هعملها مش مفتكساها، اكبر الشيفات بيعملوها، بس هنا انا النهاردة جايب الفيديو عشان اقول لكم على عيوبها بكل مصداقية وبكل صراحة. حطينا هنا دقيق ونشا، ومعاه البهارات ملح وشطة وكركم و7 بهارات وكاري وفلفل اسمر وجوز الطيب ومرقة. تمام. من كل حاجة معلقة معلقة معلقة. تمام كده. تمام كده. هندمج كل البهارات مع الدقيق والنشا بنفس الشكل. واحنا بنتكلم بقى كده هقول لكم على اول عيب من عيوب الكنتاكي، ان هي بتاخد زيت كتير جدا، واحنا بصراحة مصريين كده بنعاني من موضوع الزيت. يعني لو عندك زيت اعملي كنتاكي في البيت، ما عندكيش ما تفكريش خالص تعملي الكنتاكي في البيت. ده اول عيب فيها. يعني انا بصراحة بعاني لما بعملها بصراحة. تمام كده. هنكمل الفيديو مع بعض كده، واحنا بنكمل هنقوله الخلطة بتاعتنا بتتعمل ازاي. قسمنا الكمية اللي احنا عملناها، او قسمنا الخلطة كده اللي احنا عملناها، خدنا جزء على الناشف والجزء التاني هنحولوه لعجينة سايلة. ده كده الجزء الناشف كده. تمام كده على جنب. هحوله بعجينة سايلة ازاي؟ معايا هنا بيضتين، وهنزل عليهم بكوباية من اللبن الرايب او كوباية من اللبن العادي، اي لبن عندك متوفر. تمام. وهكمل العجن معايا بمية ساقعة. هقلب لغاية ما احول لعجينة سايلة بنفس الشكل. يبقى انا كده عندي نوعين، دقيق بنشا ناشف وعجينة سايلة. هنا بحط معلقتين كده من الصويا صوص اختياري، انا بس بحب ادلع التتبيله شويه. معلقه كبيره من السكر، انا كنت بستخدم هنا معالق صغيره فحطيت كذا معلقه. تمام كده. تمام. هنا كنت مستعجله جدا جدا بصراحه، كنت مسافره فلازم التتبيله تقعد في الفراخ تاني بقى لمده ساعتين. تمام. بس هنا كنت بس بعمل على طول على طول. تاني عيب، انا ماشيه معاكم خطوه خطوه، ان لازم الجلد يتشال. ما حبيتش خالص موضوع الجلد في الفراخ، لازم نعزل الجلد خالص بصراحة. يبقى كده قلنا تاني عيبين. تاني عيب معايا في الكنتاكي. شلت بقى العجينة من السايلة، حطيتها في النشا، بعد كده رجعت تاني حطيتها في العجينة السايلة، ورجعت تاني حطيتها في الدقيق. يعني عملت 2 كفر. عيوبها العيب التالت ان ال2 كفر فيها تقيلة، يعني كفاية قوي كفر واحد، يكفي خالص واحد كفر واحد هيطلع معايا بنفس النتيجة. تمام. هحول معايا الفرخة اللي في ايدي بقى كده، او الجزء اللي في ايدي، لعجينة بقى فيها كتل كده صغيرة بنفس الشكل. تمام. نفس الكلام برضو هعمل معاكو من الصدر. العيب التاني برضو معايا ان لازم تكون الفرخة صغيرة. الفرخة هنا كانت كبيرة، ما حبيتهاش وهي كبيرة. تمام. لو كبيرة معاكي بقى، انا هنا قطعتها على 12 قطعة، يعني انا برضو عالجتها بسرعة. لو حابة تجيب الفرخة هاتيها كيلو 800، حلو قوي عليها كيلو 800. تمام كده. احنا كده برضو قلنا كذا عيب اهو. عدوا معايا بقى، انا مش عارفة انا قلت كام عيب كده. تمام. العيب التاني برضو لازم الفرخة تاخد لها نص سلقة. الاكل اذواق واختياري، وزي ما انت حابة اعملي. انا بس بحب اقولك على اللي انا حبيته واللي ما حبيتهوش في الكنتاكي وانا بعملها في البيت. الفراخ اسلقيها نص سلقة صغيرة، يعني ما تسواش على الاخر. وبعد كده برضو هنتبلها بقى بالتتبيلة اللي احنا عملناها. تمام كده. احنا قلنا كده كذا عيب، يا رب تكونوا استفدتوا من العيوب اللي انا قلتها. واهم عيب في العيوب دي كلها الزيت.
العيوب اللي انا قلتها دي كلها بتتحل، بس الزيت مش بيتحل. تمام كده، تمام. هنعمل مع الفراخ بقى، وانا طبعا حطيتها في الزيت. هنعمل شويه رز بقى ايه بسمتي كده حلوين. بشرنا بصلايه، عليها معلقتين من الكركم ومعلقه من الكاري واتنين مرقه. هقلب اقلب اقلب بقى كده، وهخلي البصله تدبل شويه. حطينا الملح معلقه ونص، الملح اختياري على حسب الكميه اللي عندك. هنا كنت مستخدمه معلقه ونص على كيلو الا ربع. تمام. كيلو الا ربع من الرز البسمتي عمل لي 4 كوبايات. نعد مع بعض: اول كوبايه، وتاني كوبايه، ومعايا الكوبايه التالتة، ودي طبعا الكوبايه عماله تقع مني، ودي كمان الكوبايه الرابعه. يبقى الكيلو الا ربع عمل لي 4 كوبايات من الرز البسمتي. هغسله غسله كويسه، انا مش بسلق، انا بعمله على طول. هنزل بقى بالرز بعد ايه ما دبلت البصله شويه. البصله ما بتتحمرش، هي بس بتدبل شويه. هقلب بقى كده ايه، وزي ما بيقولوا هيتشوح كده تشويحتين كده. تمام. وبعد كده هنزل بالميه. عملت 4 كوبايات من الرز، هحط قصادهم 4 كوبايات، يعني حطيت 8 كوبايات بنفس الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها. هتعامل معاملة الرز العادي. اول ما المية تتشرب منه هوطي عليه خالص لغاية ما يكمل السوا بتاعه ويشرب المية. رز مفرول جميل جدا جدا جدا. ممكن تضيفي جزر مبشور، بزلة، يعني اتعاملي كده ودلعي رز البسمتي معاكي. هنا مكملة معاكم في تحمير الفراخ الكنتاكي. بصوا شكلها جميل ازاي، ومقرمشة جدا جدا جدا، بالرغم من كل العيوب، بس برضو كان طعمها جميل جدا جدا. وصفتنا خلصت وطبقنا خلص. يا رب يكون وصفتنا عجبتكم وعيوبنا استفدتوا منها. المميزات، الميزة الواحدة بس ان هي طعمها جميل جدا جدا جدا. هي عيوب ينفع تتعالج طبعا، وهنعالجها، بس لازم اعرفكم بكل مصداقية. وصفتنا خلصت. عملنا ايه بالوصفة ديت بقى؟ حطيتها كده في كل واحد عملت له وجبة. وكنت بصراحة مسافرة في القطر لفترة طويلة، يعني قعدت كده حوالي 18 ساعة في القطر، فكنت عاملة وجبة محترمة كده لكل واحد. وخدنا بقى شنطتنا وسافرنا. وهقول لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله رحت فين وجيت بسرعة بسرعة، ما كملتش يعني 4-5 ايام بالظبط كده، جيت بسرعة. وصفتنا خلصت. يا رب يكون وصفتنا عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش في اللايك وفي الاشتراك، وهتلاقي قدامك على الشمال مكتوبة باللون الاحمر، اتك عليها واختاري الكل عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد باذن الله. اسيبكم في رعاية الله، ومع السلامة.